أقالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رزقي رمان مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة مباشرة بعد الهزيمة التي تعرض لها منتخب بلاده أمام نظيره المغربي بثلاثية نظيفة في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين. وأوضحت صحيفة الشروق الجزائرية أن فاف أقال رمان رفقة كل الطاقم الفني للمنتخب الجزائري، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه بعد الفشل في الوصول لكأس العالم والإقصاء من كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. وكان رزقي قد قال في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أن الشيء الوحيد الذي يتحسر عليه هو الجمهور الذي حضر، متأسفا عن ما حصل، ومشيرا إلى أنه كان يريد إسعادهم وأن لا أحد منهم كان يريد خسارة كهاته. وأكد رمان أن لاعبيه بذلوا كل ما بوسعهم بدنيا وذهنيا، ولكن الأخطاء الفردية حضرت كحالة الهدف الأول، مشيرا إلى أنه كانت هنالك العديد من الأمور لكنه لن يتحجج بها محملا نفسه المسؤولية. وتمنى مدرب فتيان الجزائر أن تتحسن الأمور مستقبلا بوجود أكاديميات أخرى ولما لا أطر أفضل منه، موضحا أن هذه هي كرة القدم والكل يعمل ويتعلم، ويجب استخلاص الدروس من هذه التجربة للتقدم إلى الأمام. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد تأهل إلى نصف النهائي عقب انتصاره على الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت أطوارها مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة. وسيواجه المنتخب الوطني المغربي في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لأقل من 17 سنة المتأهل من مباراة مالي والكونغو التي ستجرى اليوم الخميس بداية من 5:00 عصرا على أرضية ملعب 19 ماي بمدينة عنابة.